طاردتها الشائعات وجمعت بين ديانتين. لم تحضر جنازة والدتها وعانت من الخيانة والإدمان، محطات في حياة هويدا ابنة الشحرورة صباح. غنت لها الشحرورة صباح أمورة الحلوة وحبيبة أمها، والتي تعد من أشهر الأغاني المذاعة في احتفالات عيد الأم وأعياد الطفولة، وامتلأت حياتها بالمعاناة، فقد انجرفت في دوامة الإدمان وأقامت بالولايات المتحدة الأمريكية واختفت عن أسرتها منذ عام 2018. إنها الفنانة هويدا الذي أخذت من والدتها الكثير من طباعها وصفاتها بل وابتسامتها المتجددة والتي تعطيها دائما من قلبها لكل الناس، فكان هذا هو سر شباب والدتها الدائم، الحب، فهي لا تعرف غيره لتعطيه للجميع. أبرز المعلومات عن ابنة الشحرورة الفنانة هويدا: اسمها بالكامل هويدا منسي، وهي نجلة المطربة اللبنانية صباح الشحرورة، وابنة عازف الكمان الملحن المصري أنور منسي الذي يعد أشهر عازف في فرقة أم كلثوم، وهي من مواليد 18 من مارس لعام 1952 محافظة القاهرة. الفنانة هويدا جمعت بين الديانة الإسلامية والمسيحية، فوالدها مسلم ووالدتها مسيحية وجدتها يهودية، وقيل أنها اعتنقت الإسلام فيما بعد. ظلت الفنانة هويدا منذ ولادتها في مصر حتى وفاة والدها الملحن أنور منسي، حيث حاول عم هويدا أن يضمها إليه، وبدأت سلسلة من القضايا انتهت بسفر والدتها صباح إلى لبنان، ثم زواج هويدا في سن صغيرة وطعن عمها في صحة هذا الزواج. بسبب النشأة في داخل أسرة فنية، فقد عشقت هويدا الفن منذ نعومة أظافرها، فبدأت مشوارها الفني القصير وهي طفلة صغيرة، وغنت لها والدتها مجموعة من الأغاني، منها أمورة الحلوة، يا إخواتي بحبها، أكلك منين يا بطة، وغيرها من الأغاني التي تغنت بها صباح لابنتها. كما أنها نالت التشجيع من والدتها الفنانة صباح، ساعدتها في ذلك ورشحتها للمشاركة في أول بطولة فنية لها عام 1970، وكان ذلك من خلال فيلم نار الشوق، وكان من بطولة والدتها الشحرورة صباح مع رشدي أباظة وحسين فهمي. وكانت هويدا لا تحب أن يذكر أحد اسمها واسم والدتها، وأن والدتها هي سبب شهرتها، ورفضت بعد ذلك أن تعمل معها في أي من الأعمال الفنية. قيل إن علاقتها بوالدتها كانت متوترة بسبب شهرتها، ولم تستطيع الفنانة هويدا إثبات نفسها، فاعتزلت الفن بوقت مبكر بعد مسيرة فنية قصيرة لم تقدم فيها سوى 12 عمل فقط. شاركت الفنانة هويدا في 7 أفلام في السينما المصرية واللبنانية، هما نار الشوق، معاد مع سوسو، زوجتي من الهيبز، رحلة النسيان، حسناء، وعمالقة، لعبة النساء، المغامرون. كما قدمت مسرحيتين، الأولى دلوعة يا بيه عام 1986، والثانية المتزوجون مع ثلاثي أضواء المسرح، قبل أن تحل محلها الفنانة شيرين، ويتم التصوير بالفنانة شيرين عوضا عن الفنانة هويدا. وأيضا مسلسلين هم خط عريض 43 والمسلسل اللبناني بنت الكاب. وكشف الراحل فيصل نادى على أنه قبل بداية تقديم مسرحية المتزوجون عام 1976 قال لأبطال المسرحية سمير غانم وجورج زيدهم إن الوجه الجديد الذي سيكون باختياره لتجسيد شخصية لينا. وأشار فيصل ندى أن النجمين كانا يريدين أن تقوم ماجدة الخطيب بتجسيد هذا الضوء، لكنه أصر على أن يكون لصالح وجه جديد. ويقول فيصل ندى في حوار صحفي سابق: في الوقت ده كانت هويدا في القاهرة وصباح كانت عاوزاها تفضل، فاستغلينا ده وقلت لها تعالي اشتغلي معانا في المسرحية، وقعدت معاها 10 أيام عشان
افهمها الشخصية، وكتبت لها الدور مخصوص، وكتبت لها جمل زي قولة حبنا او زير حبنا عشان هي اللي تقولها. وفعلا كانت ممتازة في الدور، واشتغلنا مع بعض 6 شهور بس، ولكن مشيت لانها ما قدرتش تتحمل ظروف المسرح ومواعيده. وجت بعدها شيرين واحسنت تقديم الدور واضافت ليه من روحها. كان آخر أعمال الفنانة هويدا هو فيلم لبناني عام 1990، وبعدها اعتزلت التمثيل. وفي عام 2012 ظهرت في برنامج أنا والعسل مع الإعلامي نيشان، وتحدثت عن حياتها وما قدمته لها والدتها الفنانة صباح، وإشراقها في حياتها الفنية منذ سنواتها الأولى. وكان آخر ظهور إعلامي عام 2015 خلال مهرجان بيروت الدولي للتكريم، ومن وقتها لم يسمع أحد عنها شيئا، وعادت إلى الاختفاء مرة أخرى. عن عدم حضور الفنانة هويدا لجنازة والدتها الفنانة صباح عام 2014 قيل أن السبب هو أنها كانت تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يكن لديها أموال لكي تعود إلى لبنان في ذلك الوقت. ولكن كشفت كلوديا عقل ابنة شقيقة الفنانة صباح إن عدم حضور الفنانة هويدا لجنازة والدتها هو إصابتها بانهيار عصبي بعد معرفتها بخبر الوفاة، وليس كما تداول البعض شائعة رفضها لحضور جنازتها. فقد كانت الفنانة هويدا تقيم في الولايات المتحدة للعلاج من إدمان المخدرات مرة أخرى من أواخر 2016، وكانت إقامتها هناك برعاية أخيها غير الشقيق صباح نجيب شميس، حيث كان يتولى الإنفاق عليها ومتابعة مراحل علاجها. وفي إبريل 2017 أعلنت أسرتها عدم تمكنها من التواصل معها بعد هروبها من المصحة التي كانت تعالج بها، وعدم القدرة على التواصل إليها حتى الآن. وعن خبر وفاتها الذي انتشر فجأة في عام 2020، قالت جانو فغالي ابنة أخت الفنانة صباح إن تلك شائعة ليست لها أساس من الصحة، وإن هويدا لا تزال حية إلى الآن. ولكن لسه محدش يعرف هويدا عايشة ولا لأ. فده كان المقال أو الكلام عن حياة هويدا ابنة الفنانة صباح. متابعين الكرام، لو لسه متابعين لحد دلوقتي في الفيديو يا ريت ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس، وتابعوني ان شاء الله اللي جاي بأحلى. ودايما اشوفكم بخير اعزائي في قناتنا، قناة اخبار المشاهير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.